السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحه؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. نبداو كلامنا كيف العاده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رمضان مبارك كريم اخواتي علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد، غادي نشارك معكم لي شوسون بالعجينه المورقه بحشوه اللي هي جد اقتصاديه. غادي تعجبكم ان شاء الله بزاف وغادي تنجح معكم باذن الله. تبعوا معايا المقادير مع طريقه التحضير. هنا انا راني خدامه، ولكن في نفس الوقت غادي نقول لكم المقادير. عندي هنايا 500 غرام نتاع الفرينه تكون من نوعيه جيده، وعندي ايضا 200 غرام نتاع الزبده نتاع التوريق. كيف ما كتشوفوا كانت في الثلاجه يعني الزبده، وجبدتها وبقيت كنحكها هكذا من فوق الفرينه، يعني كنهز شويه نتاع الفرينه وكنبقى نحكها فيها على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للمقادير الاخرى غادي نحتاج هنايا معلقه صغيره نتاع الملحه، او الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نحتاج ايضا معلقه كبيره نتاع السكر، وغادي نحتاج ايضا 2 معالق كبار نتاع زيت الزيتون، وغادي نحتاج معلقه كبيره نتاع الخل. بالنسبه لزيت الزيتون انا هنايا نقصت من الكميه نتاع الزبده، يعني نورمالمون ندير فيها 250 غرام ديال الزبده، انا حيدت هذاك ال 50 غرام وعوضته ب2 معالق كبار نتاع زيت الزيتون. نتوما الا ما بغيتوش ديروا زيت الزيتون تقدروا ديروا 250 غرام ديال الزبده، تحكوها كامله وتحيدوا زيت الزيتون، يعني ما تضيفوهاش، ولكم الاختيار. بالنسبه للماء اللي غادي نجمعوا به هذه العجينه غادي يكون ديجا كان عندنا في الثلاجه. راكم عارفين العجينه المورقه يعني كتبغي دائما البروده. هنايا عندي الماء بارد من الثلاجه، صافي غادي نبقى نجمع به هاد العجينه هذه كيف ما شفتوا معايا، اللي حكيت فيها 200 غرام ديال الزبده، 2 معالق نتاع زيت الزيتون، ومعلقه كبيره نتاع السكر، معلقه صغيره نتاع الملحه، ومعلقه كبيره نتاع الخل، والماء بارد باش غادي نجمعوا هاد العجينه. بالنسبه للعجينه ما غادي ندلكوها ما حتى شي حاجه، غادي نبقاو نجمعوها على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، يعني خصنا نجمعوها ولكن ديك الزبده كتكون باينه فيها. هاد الطريقه هذه راها زوينه وسهله، يعني ما غاديش تكلفكم شي حاجه اللي هي كبيره باش غادي تخدموا لاباط فويتي او لا مهم هاد العجينه المورقه. يعني هاد الطريقه هذه راها سهله وغادي تخرج لكم النتيجه يعني خياليه كيف ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو. يعني راكم سمعتوا القرمشه نتاع هاد لي شوسون هادو كيجيو فنين ومقرمشين وكيبقاو مده طويله، يعني كتبقى فيهم ديك التقرمشه مده طويله. شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. بالنسبه للحشوه خواتاتي غادي نديرو حشوه اللي هي جد اقتصاديه. هنايا كيف ما شفتوا معايا صافي راني جمعت العجينه تاعي، هما الطريفات نتاع الزبده باينين فيها واضحين. هنا غادي نجيبوا السلوفان اولا شيمي كتكون نقيه وغادي نجمعوا فيها، وضروري غادي نوضعوها في الثلاجه ترتاح لنا على الاقل واحد ربع ساعه، وعاد هكذا نجبدوها باش غادي نخدموها. يعني من الاحسن من تجيو تخدموا هذا الشيء هذا، يعني دابا راكم عارفين مع رمضان يعني نخدموها في الصباح ونخليوها ترتاح تاخذ الوقت الكافي نتاعها في الثلاجه، وعاد ديك الساعات في العشيه نعمروها ونطيبوها. هنايا صافي بعد ما ارتاحت لي في الثلاجه رشيت سطح العمل بشويه نتاع الفرينه وجبدت الوراق وبقيت كنورقها على هذا الشكل. هنايا ما غاديش نديروا لها بزاف نتاع التوريقات او لا بزاف نتاع الطويات هنا. المهم شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه. هنا مهم غادي نسرحها كيف ما غادي تشوفوا معايا، وغادي نبقى نطويها. المهم عادي كلكم كتعرفوا الطريقه نتاع العجينه المورقه كيفاش كنخدموها، غادي نديروها على هذا الشكل. نحاولوا اننا دائما نمسحوا هذاك الزياده نتاع الفرينه، نحاولوا اننا نمسحوها صافي. وهنا غادي نولي هكذايا نورقها، مني انا كنورق مني كان نحاول انني نقاد الجناب او نقاد الطراف باش تخرج لي يعني واحد العجينه اللي هي مقاده مزيانه. هنا صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشكلها على شكل العجينه على شكل هكايا مسمنه كيف ما كتشوفوا. المهم العجينه نتاعنا نشكلوها على شكل مسمنه. غادي نولي نغطيها غير هنايا ونخليها هنايا ترتاح غير واحد 2 دقائق ولا 3، ومن بعد نرجع لعندها نفس الطريقه اللي درتها في الاول غادي نديرها في الثاني. يعني غادي نديروها غير 2 نتاع المرات على هذه الطريقه هذه، غادي نحاول انني نسرحها مزيان. المهم غير باش ديك الزبده ديالنا نتاكدوا بان صافي راه حنا سرحناها مزيان في هاد مع الفرينه. هادشي اللي كاين. يعني نفس الطريقه الاولى غادي نديروها لهاد الثانيه هذه على هاد الشكل، نحاول انني نسرح مزيان مزيان. وهنايا صافي غادي نبدي نطوي كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل، وغادي تكون عندي يعني العجينه تاعي واجده.
انا غادي نحاول نسرحها واحد شويه باش نقطعها في الوسط باش نخدم كل وحده بوحديتها، يعني ما غاديش نخدمها غادي تجيني وحده كبيره، اللهم نقسمها باش هكذا في نفس الوقت تبان لكم التوريق. نتمنى يكون واضح في الفيديو التوريق نتاعها، راها يعني عجينه اللي هي ممتازه، يعني ناجحه 100%. جربوها وغادي تنجح معكم حتى نتوما ان شاء الله. كل وحده كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحطها بوحدها، وكل وحده غادي تخرج لكم تقريبا 10 نتاع الحبات. يعني هاد العجينه كلها خرجت لينا 20 شوصون، يعني غادي تكون واحد الكميه اللي هي ممتازه. وضعتها في الثلاجه وغادي نخليها ترتاح. شحال ما ارتاحت قلت لكم في الثلاجه شحال ما مزيان. هنايا مشيت باش غادي نحضر معكم الحشوه اللي هي اقتصاديه، فيها الخضره اللي غادي يحتاجوها وليداتنا وغادي ياكلوها وغادي تعجبهم ان شاء الله. عندي خيزو كيف ما كتشوفوا مقطع في الهاشوار، عندي ايضا حبه نتاع القرعه في الهاشوار، وعندي بصله ايضا حتى هي مشلضه في الهاشوار، وعندي قطع نتاع صدر الدجاج اللي قطعته مربعات اللي هي صغيره بزاف، وعندي ايضا الزيتون الاخضر اللي حتى هو يعني طحنته في الهاشوار. صافي هنايا ضفت الزيت، انا هنا استعملت غير الزيت العاديه، بغيتو ديروا واحد شويه نتاع الزيت النباتيه تقدروا تضيفوها، المهم كل واحد والاخر ديالو المذاق اللي كيبغيه. يعني في هذا بغيتو زيت الزيتون تقدروا تضيفوه. هنايا صافي غادي نخليها، غادي نغطيها بواحد المغطى، وغادي نخلي هذيك الخضره كامله تنزل، هذيك الماء ديالها ينزل مزيان على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وهنايا صافي غادي نبدي نحركها على هذا الشكل. المهم راها نزلت وراها دبالت وطلقت لنا هذيك المويها ديالها. وهنا غادي نمشيو باش غادي نحضروا العطريه. عندي الملحه على حسب الذوق ديالكم، عندي العطريه نتاع الدجاج، وعندي ايضا العطريه نتاع الشاورما، وعندي الابزار، وعندي الخرقوم. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوهم، او لا هذه هي العطريه اللي غادي نحتاجوها لهاد الحشوه هذه، وكتجي جد رائعه. هذيك العطريه نتاع الدجاج كتطلق لها واحد المذاق اللي هو زوين، زائد العطريه نتاع الشاورما ايضا كتعطيها واحد المذاق اللي هو رائع. يعني ما حدها كتشحر هاد هاد الخضيره هذه مع هاد الدجاج، وهي كتطلق لنا واحد الرائحه اللي هي ممتازه، يعني اللي شمها راه كيقول مع شنو راه كيتصاوبي. المهم صافي انا هنايا غادي نشحرهم كاملين وغادي نخليها طيب على خاطر خاطرها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما طابت ونشفت لي هذيك المويه هذيك الخضره صافي يعني راها واقفه، بقات غير في ديك الزويته. هنا غادي نمشي كاضافه غادي نضيف لها الفرماج الاحمر. انا هنايا ضفت نتاع البيتزا، حكيته هكايا غير في الحكاكه الرقيقه، وضفت هكذايا واحد الكميه. ما كانش متواجد عندكم تقدروا ديروا واحد جوج حتى لثلاثه نتاع القطع الفرماج العادي المثلث اللي كان عندكم في الدار تقدروا تضيفوه، غير باش يعطيكم واحد المذاق اللي هو زويون ويزيد يعني ينكه لكم هاد الحشوه هذه. صافي هنا راني طافيه عليها وغادي نخليها تبرد. هذه هي الحشوه نتاعي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صراحه راني عمرت بها 20 حبه نتاع لي شوصون، وشاطت لي من هاد الحشوه يعني ثمن تقريبا واحد 3 نتاع الحبات نتاع لي شوصون وحدين اخرين. المهم صافي هنايا جبت واحد المربع اللي كنت وضعته في الثلاجه نتاع هاد العجينه هذه. صافي راني حطيت يعني رشيت سطح العمل بالفرينه، نرشو غير واحد شويه، وغادي نحاولوا اننا نورقوها على هاد الشكل يعني مربع اللي هو كبير. يعني شحال ما درناها شويه رقيقه شحال ما غادي تكون النتيجه احسن. صافي وغادي نجيبوا هاد المول هذا الدائري. ما كانش متواجد عندكم تقدروا تستعملوا غير الزلافه اللي كنشربوا فيها الحريره، تقدروا تستعملوها، غادي تخرج لكم نفس العبار ديال هذه. صافي غادي نحيد لها هاد الزوائد هادو كيف ما كتشوفوا، ولكن ما غاديش نعجنهم، غادي نخليهم غير هكذايا. غادي نبقى نجمع فيهم بحال هكذايا، نضغط عليهم هكذايا واحد شويه، وغادي نولي نغلفهم بالسلوفان وغادي نحطهم جانبا على ما نكمل هاد الشيء اللي عندي، ونرجع للكميه هذه عاوتاني نورقها ونديرها. يعني سهله ما نوليوش نعجنوها وصافي. هنايا جبت واحد طبيسيل هكا اللي وضعت فيه الماء، وغادي نبدي ندير غير في الطراف نتاع هاد الدائره هذه باش هكذايا نقدروا نسدوها. يعني من الاحسن ديروا الماء ما ديروش البيض. كاين اللي كيستعمل البيض يعني بياض البيض باش كيسد بها هاد لي شوصون، ولكن حتى الماء راه كيتسدوا مزيان وما كيتحلوش نهائيا. غير واش حتى هي من تكونوا تسدوهم حاولوا انكم تضغطوا عليهم بزاف. بالنسبه للحشوه خواتاتي ما نعمروهمش بزاف، حيتاش الحشوه من غادي نطيبوهم في الفران راه يقدروا يطردقوا لينا وتقدر الحشوه انها تخرج.
شوفوا العبار يعني درت تقريبا معلقه كبيره وصافي نتاع الحشوه، ونحاول انني نضغط مزيان. انا هنا راني سديت باش غادي نوريكم، ولكن راني رجعت لعندهم من بعد، ولكن راني زدت ضغطت عليهم مزيان مزيان باش نتاكد ونضمن انهم ما يتحلوليش نهائيا في الفران. غادي نكمل جميع هاد الكميه اللي عندي كيف ما كتشوفوا هنايا معايا، غادي نكملها كامله، ما بغيتش ندير معكم كامل المقادير اللي عندي اولا الكميه اللي عندي باش هكذا الفيديو ما يجيكمش طويل. هنا راني ساليت كامل الكميه اللي عندي، وراني غادي نحطهم في هاد الصوينه في الصينيه، وغادي نديرهم في الثلاجه يبردوا مزيان مزيان، يعني حتى نبغي ندخلهم للفران، يعني حتى تقريبا تبقى لنا واحد الساعه للمغرب هكذاك، او لا مهم ساعه اقل شي حاجه، وعاد ديك الساعات ندخلهم للفران. بالنسبه هنايا غادي ندهنهم بصفار نتاع البيضه مع قطرات نتاع الخل باش هكذا نضمنوا اننا الصفر نتاع البيض ما يطلقناش هذيك الصفوره. غادي ندهنهم كاملين كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. هنايا جبت الحبه السوداء اولا السانوج، طحنته واحد شويه وكندردرو هكذايا من الفوق. تقدروا ديروا الزنجلان اولا تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها، كيف ما انكم تقدروا تخليهم غير هكذاك بصفر نتاع البيض، وديروا لهم هكذايا شي رشيمه بالموس، حتى هما راه كيعطيو واحد المنظر اللي هو زويون. الحاجه اللي كنأكد عليها وهي انكم تبقاو تقبوهم هكايا واحد شويه، واحد زوج نتاع التقيبات حتى لثلاثه بشي عود، باش هكذايا في الفران يتنفسوا لكم وما يطرطقوش. بالنسبه للفران غادي يكون في الاول سخون مزيان مزيان، ومن بعد غادي تطرحوهم واحد الخمسة دقائق وهما على نار اللي هي مجهده، من بعد غادي تنقصوا على العافيه اللي على نار اللي هي متوسطه، وغادي تخليهم ينتفخوا على خاطرهم. من تشوفوهم خداو اللون من التحت غادي تهودوهم باش يتحمروا لكم هكذايا من الفوق، وكيجي الشكل ديالهم كيجي على هذا الشيء. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينالوا رضاكم. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. قبلوا على اختكم وخليوا لي واحد التعليق محفز، واللي مازال ما مشتركه في القناه تشترك علاش لا، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.